اكدب عينيا. قولي عشان اصدق بجد حبيبي ان انت ليا. عشت ليالي بحلم تيجي اللحظة دي. حلوة الدنيا وانت حبيبي معايا وبين ايديا. حاسس اني بحلم ومكدب عينيا. قولي عشان اصدق بجد حبيبي ان انت ليا. عشت ليالي بحلم تيجي اللحظة دي. هتمنى ايه من الدنيا دي طول ما انت جنبي. من يوم ما قابلتك وانت مفيش غيرك في قلبي. هتمنى ايه من الدنيا دي طول ما انت جنبي. لو بص عايز يفوت يلعبها خطيره. هوبا جول جول يا احمد يا حسن. اتدلع يا احمد يا حسن. بقول لك كل الرحله رحله تالق وهنا في الزمالك جاي عشان يتالق. اللعيب اللي بيعشق التحدي عاشق التحدي. لما قال انا بسير على ضرب حسام حسن وعايز اضرب ارقام قياسيه كان عنده الحق. وادي مع اعلام لطيف وعبد الرحمن فوزي وطارق يحيى واشرف قاسم. عفور اوه جول جول يا عميد يا عميد. اولها جونين مع الزمالك زي ما كان اولها مع النادي الاهلي. جون في الزمالك ومن عمرو زكي. احلى كره خطيره 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 خطيره. الصار عملها حلق في السماء وطار احمد حسن. الصقر طار وجاب الجول. طار ورفع الرايه البيضاء. عميد لاعبي العالم كابتن احمد حسن، برحب بك معانا لاول مره في موقع الزمالك توداي، وعايزين نقدم لك التعازي اولا قبل اي حاجه. يعني طبعا اكيد طبعا بنعزي انفسنا وتعزينا لكل اهالي طبعا ضحايا في احداث بورسعيد. يعني بنقول ليهم ربنا طبعا يصبرهم ويرزق طبعا اولادهم كده الجنه ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد حسن، الهدف من العمره تحاول تخرج من الاحزان اللي انت فيها مؤخرا، ولا تستغل الاحداث يعني انك تطلع بره؟ لا هو مش كده طبعا. هو يمكن كان في اتفاق. يمكن انا بعد احداث بورسعيد يمكن قعدت فتره طويله بعيد عن التمرين وما كنتش بتمرن ويعني الواحد بيحاول ان شاء الله انه يرجع لفورمته. يمكن طبعا انا بحاول ان انا اتمرن دلوقتي مع الفرقه وبتمرن لوحدي.
بالليل كمان ده جزء خاص فالواحد يقدر يرجع تاني. ولكن هي المشكله طبعا انت عارف ان طول ما مفيش رؤيه باينه دي بتبقى برضه الهدف نفسه مش موجود قوي. انما الواحد بيحاول طبعا يرجع فورمه ده لان قعدت فتره طويله طبعا يمكن الاحداث دي اثرت علينا كلنا مش احمد حسن بس، لا الاحداث دي اثرت على كل الشعب المصري بالكامل. بس في لعيبه كده احنا حسينا بيها جدا يعني من ضمن لان انت عارف احنا يعني عارف انت الاحساس انك انت كره قدم يمكن انا لعبت لعبت في دول كتير، لعبت في تركيا ده بلجيكا بالظبط تركيا تعصب، ولكن هم ما كان بيوصل لكده يعني احنا يعني تاثيرنا ان ما كناش نتوقع او حد يتوقع ان يوصل ان الامور توصل بالشكل ده الناس تموت بسبب كره قدم. فعشان كده احنا اتاثرنا. وانا يمكن انا دايما بحس نفسي من اللعيبه المسؤوله يعني اللي هو انا بيبقى عليا مسؤوليه ان انا مش مجرد ان انا بلعب كوره وخلاص بعد الماتش تنتهي، لا يعني بحس ان في مسؤوليه علينا ان احنا مش عايزين حد يبقى فيه اي اذى او فيه اي مشكله بسببنا. فعشان كده الواحد طبعا اتاثر. ولما شفنا كمان الاحداث والناس ماتت بالشكل ازاي والكلام ده وكده مش كايسه حاجه كده يعني مضيع وقع ولا مش لا يعني ناس بتموت ناس، فدي برضه خلتنا يعني تعبنا كلنا وخلتنا نفسيتنا كلنا طبعا اتأثرنا. لاني اعتقد ان للاسف ان كلنا يعني في حزن كبير وكده ان احنا نتسبب ان مباراه كره قدم تتسبب في الاحداث دي بالظبط. بس فده يمكن اللي اثر علينا شويه. انما كده ان شاء الله الواحد يخرج من الحاله دي باذن الله. هي طبعا زي ما قلت لك ان كان في اتفاق بيني وبين الكابتن حسن ولكن هي تاشيره اتاخرت شويه فده السبب. حاجه ثانيه زي ما قلت لك ان طبعا انا لسه مش جاهز بنسبه كبيره وانا شايف ان حد يكون اجهز يكون موجود وكده. فاضل سؤالين اخر سؤالين. في سؤال هرجع فلاش باك. انا كلمتك ايام ما كنت في الاهلي وقلت لك ده يعني هتضحي بالاعلام وهتضحي بالمستقبل في النادي الاهلي وهتيجي نادي الزمالك في مشاكل اداريه وعدم استقرار. انت حسبتها ازاي؟ لا بص يعني في لعيبه الزمالك بتمشي من هنا وتروح الاهلي عشان المستقبل يعني نادر السيد طارق السعيد الناس دي، انت عملت العكس حسبتها ازاي؟ بص طبعا اولا لازم انا على يقين دايما في الله سبحانه وتعالى ان المستقبل ده بايد الله سبحانه وتعالى. ودينا شايفين ايات ان مفيش حاجه بتستقر وما تعرفش المستقبل بيبقى فين ولا مكانه فين لا انا عايز اعرف كده. انا فاهم انا بقول لك بس ان دايما انا باخد شيء مهم جدا في حياتي ان انت بتجتهد وان انت بترضي ضميرك وان انت نيتك صافيه ونيتك كويسه فاكيد ربنا دايما بيوقف لك كل حاجه كويسه. مفيش حسابات ولا حاجه. هي الموضوع كله طبعا انت لما سالتني على الموضوع ده انا ما كانش فيه وقتها خلاص انا ما اتفقتش وما تممش العقد بيني وبين النادي الاهلي وكان في تفاوض مع نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده قاعده جماهيريه كبيره وده اللي دايما احنا كنا بننادي بيه. احنا مش عايزين حاله التعصب ان يبقى في مشكله وفي النهايه دي رياضه تلعب هنا او تلعب هنا او تلعب هنا. المهم انك انت تكسب احترام وحب الناس ده المهم باخلاقك باحترامك للجميع باحترامك لكل الاماكن اللي انت بتروحها او كل الناس اللي انت بتتعامل معاها. فده المهم بالنسبه لي. فانا الفكره كلها طبعا نادي الزمالك يمكن طبعا في مشاكل اداريه كل طبعا يعلمها ولكن النادي عنده قاعده جماهيريه كبيره جمهور بيعشقه وجمهور بيحب ناديه. ففكرت ان لازم تكون تجربتي برضه في نادي كبير نادي يساعدني على التألق نادي يساعدني على ان انا احقق معاه برضه نجاحات واحقق معاه بطولات. وده الحمد لله اللي تم يعني من ساعه ما جيت الحمد لله نادي الزمالك وناس كتير ما كانتش تتوقع ان انا ممكن اظهر بالشكل ده خالص يعني. كمان الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني في الكاس قدرنا نوصل النهائي وكنا قريبين لبطوله الكاس. في الدوري الحمد لله هداف الفريق لحد دلوقتي واديت الحمد لله بشكل كويس مع الفريق. يمكن ناس كتير ما كانتش تتوقع ان انا ممكن اظهر بالشكل ده. فزي ما قلت لك كل واحد بيراعي ضميره بيراعي ضمير شغله وبيحترم كل الناس وفي النهايه السؤال الاخير وهو فني شويه. نادي الزمالك في كاس مصر كان عالي جدا اللعيبه متحمسه كان في اخلاص في الملعب كان في تركيز كان في تنظيم مع ان كنا بنلعب شوط وشوط. لما فقدنا البطوله دخلنا على الدوري الزمالك ما رجعش بادائه اللي احنا شفناه في كاس مصر. كان في تنظيم والله بص في اخلاص يعني بص هو الفكره كلها ان كان في روح قويه جدا وكان في اصرار من اللعيبه ان هي عايزه تحقق بطوله. يمكن لما ضاعت البطوله شويه ودي مشكله نادي الزمالك في السنين اللي فاتت. يمكن انا لما كنت بشوف حتى وانا ضايع ان المشكله ان روح البطوله بتختلف عن مباراه او اثنين او ثلاثه وده اللي الحمد لله يعني دلوقتي احنا بنحاول احنا كلاعيبه وجهاز فني احنا مش قادرين نرجع زي كاس مصر. الروح يعني كان في روح قويه انما
بنأدي وبنكسب، وفي بعض اوقات الاداء ما بيكونش زي ما متوقع، انما دي ترجع برضه ان لازم اللعيبه دايما تحط في دماغها عشان احقق بطوله لازم لحد النهايه، لازم بنفس الروح وبنفس الاصرار. موجوده الحمد لله، يعني في روح موجوده وفي روح موجوده بشكل كويس، مش بنفس الاصرار بتاع الكاس، ولكن وضع طبيعي انك انت النهارده انت الكاس 4 مرات تحقق بطوله غير الدوري مشوار طويل قوي. 30 مباراه او اكثر من 30 مباراه، حاجه و30 مباراه، فالى حد ما بيحصل طبعا شويه الامور بتبقى فيها عالي، وشويه الامور اداء بيقل، وده كل الفرق، لان طبعا انت بتلعب كل 4 ايام، ده موضوع صعب جدا جدا جدا، فهتلاقي تفاوت طبعا في المستويات وكده، انما بتحاول انك انت تكسب، بتحاول انك انت تحقق انك انت تكون موجود. المهم طبعا الاستقرار يرجع تاني والامور ترجع تاني، بعد كده ان شاء الله باذن الله احنا وراك يا كابتن احمد حسن، احنا فخورين انك موجود في نادي الزمالك، انت رمز كبير في مصر، ونتمنى ان شاء الله مع التغيير ان يحصل في مصر الناس اللي تيجي تمشي مع البلد او تشيل البلد في الرياضه بالذات، ان هي تقدر النجوم وتحتفل بيهم وتسجل لحظاتهم التاريخيه في الحياه، عشان احنا ابنائنا واحنا نتفرج عليها بعد عمر طويل. الحاجات دي مهمه جدا زي ما بنشوف في اوروبا كده. فانا بشكرك، وان شاء الله العمره مقبوله ان شاء الله، واحنا في ظهرك ان شاء الله باذن الله. انا بشكرك، وزي ما انت قلت احنا مش عايزين في المجالات بس، احنا عايزين في كل المجالات الناس اللي تيجي تراعي ضميرها في شغلها، الناس اللي تيجي فعلا تقدم خدمه لبلدها وخدمه للناس. يعني في العمره دي ان شاء الله باذن الله ندعي كده لكل الناس اللي راحت ضحايا في مصر كلها، طبعا جماهير النادي الاهلي وجماهير بورسعيد كمان، لان مش عايزين نقول بورسعيد كلها وحشه، لا، في كل طبعا هي اللي عملت ده. ندعي لمصر كلها ان ربنا يشيل من عليها الغمه دي، وان اي حد بيسعى ان يخرج مصر طبعا ربنا يعني يكون اكبر منه واقوى منه. ندعي ان ربنا البلد تهدى تاني، وكل حاجه ترجع تاني، كل حاجه ترجع لطبيعتها واحسن، ويرجع مصر بلد امن ان شاء الله. شكرا.